عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم والله ما كنتش مبرمجة باش نصور حتى شي، كيما حكيت لكم امبارح في الفيديو الاخر. ما عادش عندي قول التصوير، فهمتش علاش. فما اخت يرحم والديها. ديجا كومنتارها موجود ديما. كلامها ياسر يأثر فيا، يعني يرحم والديك بصراحة اختي. تقريبا اسمها سميرة، او اعتقد سميرة اسمها، والله نسيت. حسيلو سميرة جراد اعتقد. يرحم والديك اختي سميرة، كلامك محلاه. بالرغم قناتي يعني ما نظهرش ديما الحق. ساعات نهبط فيديوهات وهي ما شاء الله عليها، هي وفي اخت ثانية اسمها مريم صغير. يرحم والديكم. وبالطبيعة عندي خالتي سعاد الغالي، ربي يحفظهم ان شاء الله الكل. المهم، ديما هاك مساكن يحاولوا باش يشجعوني. اليوم بعد ما طيبت الطاجين، هذا طاجين خفلف، والله ما كنتش مبرمجه باش نصور. ما هكا جاتني الفكره بعد ما حضرت الطاجين. اليوم والله عامله مقرونه. اليوم شنو اليوم لحد. عامله مقرونه وطاجين، الطاجين راهو في اخر لحظه. به. جاتني الفكره، ما عنديش دجاج الحق، اللي عندي فيليه ما يمكنجل وياخذ وقت باش يتحل. وانا كل في لحظه يعني. فكرة جات في لحظة. المهم، عندي طن. خذيت كعبتين بطاطا كبار شوية. مشيت قليتهم شوية كركم وملح. وقصيت حشاكم راس بصل أبيض في صحفة بطبيعة. قصيتهم مكعبات، ومن بعد حطيت عليه أكل بطاطا المقلية بما أنها سخونة باش يذبل أكل البصل. أوكي. حركته بالكدا هكا فك الصحفة، ذبل شوية. من بعد شعملت، حطيت عليه حكتين طن، يعني مش عارف الحكة تقريبا 200 جرام هكاك، 100 باهي يعني حكة محترمة. كما اللي عندنا في تونس أكبر من حكة المنار. أنا في مخي ديما طن المنار هكاك أكبر شوي. حطيت اللي يسموه في تونس كريم فريش، أو هنا اسمها لبنة. حطيت جبن تاع ساندويتشات نورمال. ما عنديش لا جبن مالح. فهمت هكاك، يعني ياكل طاجين متاع هكاك. ممكن متوقع كان باش يجيني اومليت. اول مره يعني نطيب طاجين من غير جبن مالح نسموه احنا في تونس، ومن غير ما نحط فيها الخميره الجاتو هكاك. اوكي. مش عارف الكلام ضاع علي، عندي برشا الحق ما صورتش هكا. الحسيلو حطيتهم الكل، خلطت مع كعبة شو اسمها. خلطت المكونات، عملت 4 سنون ثوم. رحيتهم وحطيتهم خلطتهم الكل مع بعضهم. اوكي، يعني حطيت حكتين طن. كعبتين بطاطا مكعبات مقصوصين، راس بصل. ولبنة او يسموها كريم فريش، هي نفسها يعني في تونس كريم فريش. وجبن نتاع سندويتشات. اكل جبن كريمي مش توابع. في دبابز هنا ناخذوا فيه للسندويتشات. وحطيت شوية كركم وشوية فلفل اكحل، وركضت وحطيت في الفور. جات فيه رايحة مش نورمال، مازلنا ما فطرناش الحق. آه ما نعرفش، هكا جاتني في لحظة حبيت نصور لكم وكهو، يعني مش بالضرورة نعمل كل شيء. الطاجين يجي كان بالدجاج وبالحوت، الدجاج واللحم. انا الحق تقريبا مرة واحدة عملت طاجين بالطن، عندها برشا. اليوم هكا جاتني في مخي، ومن بعد ما طاب تذكرت باش ديجا ما فيهش برشا خدمة. والله اسهل حتى من يتعمل بالدجاج. تو ان شاء الله نذوق. وتو نحكي لكم يعني اكيد. هاني باش نذوق تو، الواش نستنوا فيها ديجا مازال سخون، هاني باش نذوق وتو نحكي لكم. هاكا باش نجربوا تو. بسم الله. باهي جات معوجة القصة. كان باهي. باش نحكي بصراحة الحق. كان كان باهي باش نحكي لكم، كان خايب تو نفس الشيء باش نعطيكم رايي بكل صراحة. بسم الله. هاكا ظاهر يعني مش الخشين برشا متاع تقريبا، او الخشن متاعو. باهي مازال سخون الحق. بسم الله.
والله بنين محلاه، خفيف، بنين 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 بالقداز هذا والله العظيم، يستحق التجربة. خفيف، ما يشدش وقت وما يتكلفش. يعني مش بالضرورة ما عندكش، يعني لازم يكون بالدجاج والا اللحم، ما عندك طن والا حتى نتصور بالسردينة ما يجيش خايب. المهم ان شاء الله اعطيتكم فكرة نتاع فطورك الخفلف، يعني في اخر لحظة تعملوا طاجين ما يتكلفش برشا وخفيف وبنين. هكا كي تحطوا في الطاولة كحاجة مزيانة مع سلايطة مع مقرونة مع مش عارفة شوية زيتون وحاجات، والله يجي بنين ومزيان ويزين الطاولة وحاجة بنينة وبقل مصاريف. في أمان الله، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى. ربي معاكم من الكل وشهية طيبة.